السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. جاهزين لموسم جديد من حرق الاعصاب وخوازيق جوارديولا والبلانكات؟ يلا بينا. لو انت اول مره تلعب فانتزي هتعرف معانا ازاي تلعب فانتزي وتعمل تشكيله. لو انت بتلعب قبل كده فاديك بتفتكر معانا. لازم يكون عندك ابلكيشن البريمير ليج الرسمي. تخش على الابلكيشن، بيبقى قدامك جوين ماي بريمير ليج او ساين ان. لو انت عندك اكونت بتخش على ساين ان، ما عندكش اكونت بتخش من جوين بريمير ليج وبتعمل اكونت من اول وجديد. احنا هنخش على لوجين لان احنا عندنا اكونت، وتخش هنا تسجل الاكونت بتاعك، ساين ان. بيفتح لك الصفحة دي، تيجي للثلاث شرطات اللي على الجنب، تختار فانتزي وجيمنج، تختار فانتزي بريمير ليج. يحولك على صفحة تانية بيقول لك سجل، عشان لو عايز تلعب فانتزي بريمير ليج سجل. بنخش لوجين. لو انت اول مرة لازم تخش على ريجستر وتعمل اكونت. خش على لوجين، بنسجل الاكونت بتاعنا. بعدها بيجيب لك الصفحة دي، بيبقى قدامك بيك يور تيم او الترانسفيرز او الليج والكابس اللي انت داخل فيهم او الفيكستشر. هشرح لك كل واحدة لوحدها، لكن النهارده هكلمك ازاي تيجي تكون التيم بتاعك. اول حاجة بتخش على بيك تيم، بيكون متاح معاك 100 مليون جنيه استرليني و15 لاعب بتختارهم. تمام. طيب هنختار ال 15 لاعب بتوعنا ازاي، وازاي نعمل التوليفه بتاعتنا بال 100 مليون من غير ما نحتاج ان احنا نجيب لعيبه كسر او لعيبه نص كم يعني. اول حاجه انت في حراسه المرمى بيكون عندك اتنين، بتختار اتنين. تاني حاجه خط الدفاع بتختار خمسة، خط النص بتختار خمسة، خط الهجوم بتختار تلاتة. طيب انا دلوقتي عندي 100 مليون جنيه استرليني، لازم اوزعهم على الاربع خطوط بتوعي، بحيث ان انا اعمل توليفه كويسه تجيب لي نقط كويسه اخر الجوله. ما ينفعش اروح مثلا اجيب 3 او 4 اسماء كبار واجيب باقي الاسماء كلها كسر، او مثلا الناس مش بتلم. ها، هي ممكن في الملعب انت تشوفها كويسه وكل حاجه، بس مش بتجيب نقط في الفانتزي. فانت بتختار على اساس ايه؟ اول حاجه حراسه المرمى لازم تجيب واحد بيعمل تصديات كتير، ممكن يطلع عنده كلين شيت كتير، فبنختار حارس مرمى في المتوسط. تاني حاجة خط الدفاع، لازم تركز قوي على فكرة المدافع اللي هو الوينج، اللي هو الجناح، اللي هو باك ليفت او باك رايت. لازم تركز على دي قوي، ان هو عنده فرصة ان هو يعمل اسيستات كتير. طبعا اسيست المدافع ب3 والهدف بتاعه ب5. فانت بتركز قوي على فكرة ان المدافع يكون بيعمل اسيستات كتير. فانت هتلاقي انا مختار باك ليفت، باك رايت، باك ليفت. تخش على خط النص، لازم تجيب لعيبه اسمين او 3 كبار، وباقي الاسماء ممكن تجيب ناس بتشارك بصفه اساسيه بس اسعارها حنينه. دي ممكن يكون معدل النقط بتاعها قليل، ولكن برضو انت في نفس الوقت ممكن على المدى البعيد يجيبوا لك نقط كويسه. خط الهجوم على حسب تشكيلتك، لو انت بتلعب 4-3-3 مثلا تجيب 3 في خط الهجوم كويسين باسعار كويسه. لو بتلعب 3-5-2 زي كده هتجيب 2 اسعارهم عاليين وواحد سعره خفيف. ده كان اول فيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمك عن